انطلقت في منطقة القصيم مهرجانات التمور لهذا العام وسط إقبال كبير من التجار والمزارعين، والذي جاء متوافقا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي. مع إشراقة شمس كل يوم جديد من أيام منطقة القصيم، تتعالى في هذا الوقت أصوات الناس في أسواق التمور. هذا رجل يعرض بضاعته وذاك يساوم لشرائها، وآخر تفرغ لترتيب وتنسيق صفقات البيع والشراء. مشاهد باتت مألوفة مع انطلاقة مهرجانات التمور في المنطقة. ففي مدينة بريدة انطلق المهرجان بموقعه الجديد جنوب بريدة، الذي يتسع ل2000 سيارة محملة بعشرات الأنواع من التمور، خصوصا ما تشتهر به القصيم. الحمد لله جديد هذا العام هي ما نشاهده هذا اليوم. هذه المدينة مدينة التمور ببريدة التي تقع على مساحة 165 ألف متر مربع. هذه المدينة استوعبت لله الحمد العديد أو المزارع التي أتت من المنطقة ومن خارج المنطقة. تستوعب حاليا في وقف آن واحد 2000 سيارة، خاصة أن البيع في هذه المدينة عن طريق السيارات، وخاصة البيع من التاجر إلى التاجر، ومن ثم يتم العرض للمستهلك. أما مهرجان التمور في عنيزة فبدايته كانت على غير المعتاد، فافتتاح المهرجان كان وسط أحد مزارع عنيزة الشهيرة بإنتاج التمر المميز. تخلل الافتتاح مسابقة للأطفال عن صعود النخل. وبما أن حدة التنافس بين مدن القصيم ومحافظاتها أصبحت واضحة لتقديم المهرجان الأميز والصنف الأفضل، إلا أن المستفيد الأول والأخير من ذلك هو المستهلك والزائر لتلك المهرجانات. خالد الربعي، الإخبارية، منطقة القصيم.